فيما يخص حزب الاستقلال، حزب الاستقلال منذ مفاوضة إكس لبان إلى الآن كان دائما يحمل هم الحدود المغربية، وخصوصا في أقاليمه الجنوبية، الصحراء المغربية، تندوف، كولوم بشار، القنادسة وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية. Cualquier problema que surge bilateralmente lo vamos a resolver así. ¿Hablo tu nombre también? Sí, pero no me toques el De acuerdo. Marruecos asegura estar trabajando para construir con nuestro país nuevas condiciones económicas favorables a la creación de viviendas conjuntas. كانت تجربة الأمم المتحدة في الدول التي تشهد نزاعات مدى أهمية تأمين الانتقال المنهمج والسلس بين المرحلتي استباب خلال السنة المنصرفة في مد معونة والكونغو الديمقراطي لرفع إكراهات كامل الأسف التحدي الجوهري والمزمن. يا نهار اسود، ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. دون التطرق لضرورة مكافحة الجماعية المنسقة. إذا اليوم تنعتبروا أن الجبهات البوليزاريو أولا مغاربة، شخصيا تنعتبروا أن تندوف هي أرض مغربية، إذا هؤلاء هم مغاربة على أرضهم وليسوا على أرض الجزائر، لأن المشكل خلقه المستعمر، بحيث التقسيم الذي كان من بعد حصول هذه الدول على الاستقلال، باعتبار أن فرنسا كانت تعتبر دولة الجزائر أنها فرنسا الثانية. إذا والحركة الوطنية المغربية كانت تعتبر أن في تفاوض مع نفس الجنس، يعني عرب، تنوعنا الثقافي هو قوتنا، أننا سنستطيع التغلب على هذه الحدود، ولكن مع كامل الأسف الجزائر استغلت هذه الوضع والآن أصبحت مستعمرة للأراضي المغربية. Desde julio de 2002, Isla de Perejil. Las fuerzas especiales, los boinas verdes, asaltan desde el aire el islote, dispuestos a desalojar a los 6 militares marroquíes que lo han ocupado en nombre del Reino de Marruecos. Y un soldado decide que va a grabar la que es la primera acción de combate del ejército español en 28 años. Le tiembla el pulso, pero graba cómo llegan y cómo hacen prisioneros a los 6 soldados marroquíes. Les esposan y les cubren la cara con bolsas blancas. Llega la Legión y el boina verde graba cómo colocan la bandera española en esta isla de solo 500 metros de largo por 300 de ancho. Estas imágenes no le gustan nada ni al ejército ni al gobierno y comienza la prohibición. En Perejil se apagan las cámaras. إذا على المغرب اليوم الرسمي وتواجدنا داخل الحكومة أن يطالب الآن باسترجاع المناطق المغتصبة وحدودا، وخصوصا تندوف وكولوم بشار والقنادسة، ما دام أن الحدود لا زالت غير مرسومة ما بين المغرب والجزائر، والبرلمان المغربي في تاريخه لم يصوت على ترسيم الحدود ما بين المغرب والجزائر. إذا فيما يخص الدبلوماسية الرسمية الآن تقوم بدورها، بحيث في سنوات سابقة كانت دولة إنجلترا قد تقدمت بهذا. Donc la réalité c'est ça, mais quand on parle de notre partie géographique, vous avez l'Algérie qui refuse que le Maroc intervienne. C'est son ordre qui passe d'abord et avant tout, c'est comme ça. Parce mais vous n'êtes pas d'accord quoi? Parce que vous n'avez pas la même philosophie politique. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Ça nous... هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. إحنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. إحنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاعة ناس أحياء. كيف تخلوا عنا؟ ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا أثناء حرب التحرير. عندما تعاهدنا بأننا سنخوضها حربا شعوى حتى نطرد الاستعمار، فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل استماتة.
إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. عشر السكان نتاعنا، 8 سنوات نتاع الحرب، التشريد، التقتيل، السجون. الناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقع هذا التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. كنا نتمنى أن تستمر المعركة على مستوى المغرب العربي لكي نبني مغربا عربيا أساسه وقاعدته مصلحة الشعوب، ولكن المصلحة الاستعمارية ومصلحة الطبقات حالت دون تحقيق هذا الهدف وحالت دون تحقيق هذا الحلم.